أين اختفى الفنان عبد الوزير ومحطات من حياته وآخر ظهور له؟ ولد عبد الوزير عام 1956 ببورسعيد. شقيقه الأكبر هو الفنان حمدي الوزير وهو أكبر منه ب7 سنوات. ظهرت موهبة عبد الوزير وهو طالب بالمدرسة على المسرح المدرسي، ثم بدأ يقدم مسرحيات على مسرح الثقافة الجماهيرية ببورسعيد، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان من دفعته الفنانة هالة فؤاد. كانت أول أدواره في السينما فيلم سواق الأتوبيس عام 1982، وأول أدواره في التلفزيون في مسلسل أخو البنات عام 1984 مع محمود ياسين. تزوج عبد الوزير من خارج الوسط الفني ولديه ولد خريج كلية هندسة وبنت خريجة كلية الإعلام. كانت آخر أعمال عبد الوزير عام 2009 مسلسل الرجل والطريق، وبعدها لم يقدم أي أعمال جديدة. قال أن السبب في ذلك هو تدهور حال الدراما حاليا، وأن الأدوار التي تقدم له لا تتناسب مع تاريخه الفني، وأنه سعيد بما قدمه ويكفيه حب الناس له. كان آخر ظهور له في نوفمبر 2000